سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم شاركت معكم كيكه قدرة قادر اللي كتجي بارده ومنعشه وكتجي لذيذه ما كنشبعوش منها. بزاف الاخوات تيقول لك ما كتنجحش معاهم. اليوم غنشاركها معكم، غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير والنصائح وغتصدق معكم وغتجيكم رائعه. نبداو في طريقه التحضير ديالها. بديت بالمول، هو الاول دهنته بالزيت. دهنته مزيان. انا استعملت هاد المول. نتوما استعملوا اي مول بغيتو في هاد الكيكه استعملوه. غندهنوه مزيان جيدا هكا ما كتلصقش لينا داك الكيكه وما كيلصقش لينا حتى الكراميل، يعني هكا كتجي ناجحه ومضمونه اكثر 100%. صافي دابا غادي نحضروا الكراميل اللي غنديروا فيه كاس ديال سنيده. بالنسبة للكراميل باش ينجح معاكم وما يتحرقش ليكم ضروري ديروه من الاول على نار مهيلة، تخليوه على نار مهيلة وهو كيدوب شوية بشوية حتى كتحصلوا على داك اللون ديالو اللي كيكون بني فاتح. اما الا ولا لكم اللون ديالو بني يعني غامق وحتى الريحه ديالو كتعطي، كتعرفوا ان الكراميل ديالكم تحرق ليكم. صافي الكراميل ديالنا ها هو واجد. غادي نخووه في المول، غندوروه في المول كامل وغادي نوزعوه هكا على المول كامل. صافي كنقادوه بحال هكا، كنحاولوا نوزعوه ونقادوه صافي ونحطوه على جنب ونحضروا دابا الكريمه. الكريمه غادي نحتاج فيها انا 2 حبات ديال البيض. درت 2 حبات ديال البيض كبار. غنزيد عليهم كيس ديال السكر فاني باش نسموها. تقدروا تزيدوا تقشور الحامض الا بغيتوا. وهنا غنزيدو نص كاس ديال السنيده، ما يعادل 3 المعالق كبار ديال السنيده، وغنديرو 2 كيسان ديال الحليب. صافي هادو هما المكونات اللي احتاجيت في الكريمه. غادي نطحنها مزيان حتى كينسجموا لينا هاد العناصر ومباشره كنديهم نخويوها في المول. صافي وبالنسبه للمول، انا هنايا راني مشعله الفران في هاد الاثناء راني مشعله الفران كيسخن وحاطه وكنحطوه هكا في الطاوه بحال هكا. الطاوه كنديروا فيها الماء سخون شويه وكنحطوه على جنب. ودابا غادي نحضروا الكيكه. غادي نحتاجوا ليها 2 حبات ديال البيض حتى هما بحجم كبير، وغادي نحتاجوا نص كاس ديال السنيده، وبطبيعة الحال كيس ديال الفاني باش كنسمو البيض ديالنا، وشويه ديال الملحه. صافي غادي نخدمو جيدا هذا الخليط حتى كيذوب لينا السكر وكيولي عندنا هذا الخليط اللون ديالو ابيض، يعني كنعرفوا ان السكر داب وتخدم مزيان. تقدروا تخدموه بالباطور الا بغيتو، انا هنا خدمته غير بهذا الطراب اليدوي. صافي وغنكملوا باقي المكونات. زدت نص كاس ديال الزيت وغادي نزيدو نص كاس ديال الحليب. صافي وحنا كنخلطو. صافي ودابا غادي نضيفو النواشف. هنا غنديرو الكاكاو. انا هنايا درت معلقه ونص ديال الكاكاو. وبالنسبه للدقيق تقريبا راه هزات ليا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. وواحد الحاجه كنأكد عليها، الدقيق راه ماشي بحال ماشي نفس الدقيق اللي عندي عندك، راه كل واحد وكيفاش كيكون عنده الدقيق، يعني انتي وكيفاش كيخرج لك الدقيق. كاين دقيق ناشف وكاين دقيق رطب، يعني الدقيق ما تركزوش على العبار، عينكم ميزانكم. مثلا انا درت 2 كيسان وانتي عندك الدقيق ديالك مثلا رطب وانا عندي ناشف ودرت 2 كيسان، انتي تقدري ديري 2 كيسان ونص. اولا انا عندي الدقيق رطب وانتي عندك ناشف، يعني تقدري ديري اقل مني الكميه. يعني ما تركزوش على الكميه بالضبط ديال الدقيق، يعني عينكم ميزانكم. صافي وزدت كيس ديال الخميره ديال الحلوى، راكم شفتوه كما شفتوا. صافي والقوام ديالنا هو هذا.
غناخد ليه هنا 2 كيسان ديال الدقيق، ونزدت حتى الكاكاو كنت زدت واحد شويه. ما كان اللون عندي جاني ناقص وزدت الكاكاو. صافي مباشره وليت خويتها هكا فوق ديك الكريمه بحال هكا. صافي وغادي نرجع المول غنحطو في الطاوة وغندي الكيكه طيب في الفران. بالنسبه للطياب ديالها راها كتاخد ساعه الا ربع حتى لساعه وهي كطيب في الفران. صافي كنديروها وسط المول وكندخلوها في داك المول بالماء ديالو، يعني كنطيبوها في حمام مريم. كتاخد لينا تقريبا ساعه الا ربع حتى لساعه. كنخرجوها كتكون واجده، وها هي الكيكه هنا راني خرجتها. صافي هنا خليتها تقدروا تخليوها 6 سوايع اولا ليله كامله تبات. انا خليتها باتت ليله كامله حتى لغد ليه عاد حيدتها من المول. كتحاولوا هكا شويه تهزوها من الجناب بالموس. صافي وكتقلبوها في الطبسيل وكتكون الكيكه ديالكم واجده وكتجي على هاد الشكل. كتجي رائعه وكتجي بارده وكتجي منعشه وكتجي لذيذه. ما كتشبعيش منها هاد الكيكه الصراحه، كتجي رائعه رائعه كتحمق. كيف قلت لكم غير تبعوا الفيديو وتبعوا النصائح اللي عطيتكم كامله وغادي تنجح معكم، لان بزاف ديال البنات كيقولوا راها ما كتنجحش معاهم، يعني كيبغيو يحضروها وما كتصدقش ليهم، ما كتفرجش ليهم اللي كيخلطوا داك الخليط ما بين الكريمه والكيك، ما كيتفرش ليهم بحال هكا طبقات. لا غير تبعوا النصائح وغتجيكم بحال هكا وغتجيكم رائعه وغتوليو تحضروها وغتجيكم ساهله. قطعت معكم هاد الطريف وريتكم كيفاش جات. الصراحه كتجي لذيذه لذيذه ما كنشبعوش منها، كتجي بنينه وبارده. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصحاب وخليو لي اللايكات ديالكم. والا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي شارك فيها وفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. السلام عليكم والى فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله.